قالت إلهي انتقم لي من ولدي، لكن أنا في تلك اللحظة قد جمد الدم بعروقي. يا رسول الله يحملوني على الأكتاف كأنما يرموني من شاهق جبل. شوف العذاب. الخلق مع أبويك. شوف رحمة الله بالحسين شلون راح الله يجازيه. يا رسول الله عندما وضعوني على دكة المغتسل ما يرمون علي ماء، لا، نار زمهرير، وهذا حالي. قال ابعثوا ارسلوا إلى أمه. جاءت تلك المرأة العجوز مشلولة، أخذ النبي على ما قرأ عليه أرماها على جزء، رجعت بإذن الله. قال أمة الله عندي طلب. قالت لي يا رسول الله شو تريد أطلب، لكن ما أنا أعفو عن هذا ابني. لا ما أعفو، ترك جرح بداخلي، ترك لوعة بداخلي. تكلموا إياها ما فات. قال يا علي تكلم مع المرأة. تكلم مع المرأة أمير المؤمنين ولن تستجيب. قال يا فاطمة أنت أم، بلكي أنت تستجيب من عندك. تكلمت فاطمة مع الأم ولم تستجيب. آنذاك يقول في الرواية كان الحسن آنذاك 6 سنوات والحسين 5 سنوات. تكلم معها الحسن ولم تستجب. عندما وصلت إلى الحسين رفع طرفه إليها وعيونه مغرقة بالدموع. قالت إلهي قد عفوت عنه. الناس قالت لها سويتي؟ هذا صبي، يعني هذا أبوه جده أمه أفضل منه. قالت لا تلوموني، إني سمعت مناديا من السماء لا تكسري قلب الحسين. شوف الحسين شلون رحبه، واحنا جاي نبرز على الحسين بالمعاصي. تلاحظ اليوم نريد نطرق باب الحسين، نطرق باب الحسين بابنته العليلة. اليوم اذا عندك شغله يوم واحد مو تروح على واحد ياثر عليه. انا بدي اطرق باب الحسين بهذا المجلس المبارك، بهذه الوجوه النيره، بعليله الحسين واصحاب حوائج. اول حاجه نطلب من الله ان يعجل لوليه الفرج يا الله. عندما اراد ان يخرج من مدينه جده رسول الله صار ضغط عليه. ارد اختصر لك بالمصيبه. ذهب مودعا الى قبر اخيه الحسن، الى قبر امه. وصل به الدور الى قبر جده رسول الله. نادى قال جداه ضمني عندك في هذا الضريح، لعلي من همها وغمها استريح. يقول هنا الحسين شوية أخذت عيناه الغفوة كأنما يرى جده في عالم الرؤيا. قال بني حسين ولدي حسين أقبل إلينا إنا إليك مشتاقون، ولك مقام لا تناله إلا بالشهادة. انتبه الحسين، ذهب إلى الحرام. قال زينب فلانة فلانة هلم إلينا إلى الرحيل. لكن الحسين عنده بنت ما بلغها، تباوع خواتها يعدن بالضعن. لكن هذه العلوية تقول الآن يناديني أبي، بعد قليل يناديني. أتخيل أنت تروح للزيارة وتترك عندك ابن صغير بالبيت ويبكي ويصيح وراك، وشلون حالك؟ توصل 40 مرة تخابر عليه. الحسين راح يترك هذه العلوية في دار غروب. خرجت العلوية شاهدت الضعن قد سار، تقول أنا جوعت وحمل ضعنهم عضعنهم وجن غريبة وماني منهم. صاحت بويا حسين وياكم خذوني أسرج الخيل. خادم عاد خذوني وياكم وافرش فراشكم لو جلجل الليل. بويانا على البعد مالي طاقه، وعبد الله الطفل ما اقدر على فراقه. خلوا عبد الله الرضيع يمي اواسيه ويواسيني، لكن لم يستجب اليها الحسين. خرج الضعن، شافت هذه العلوية الضعن قد سار. صاحت شفت الضعن بويا جد بمسيرة، شفت الضعن جد بمسيرة، وصحت الله وياك يا شيخ العشيرة.
وصحت الله وياك يا شيخ العشيرة، من عادة يسافر غير ديره يوصي على بنيته الصغيرة. رجع إليها الحسين أخذها إلى حضنه ودموعه تتحادر على خديه. قال بني فاطمة يا مقلب الحنين انساك يا بنيتي ايش تظني؟ انا ما نسيتك، انا وصيت بيك مو واحد اثنين، عمك محمد وام البنين. شافت انه بعد ما بيها مجال لازم الحسين يتركها بهذه الدار. قالت لابويا الله وياك ان كانت نيتك راشده راح اظل بباب دارك قاعده. والله راح اظل بباب الدار اذا ما تاخذني. بويا انا حضرت روح لرحيلك من زمان بويا، وانا اعرف راح افقد بويا كل هذا الحنان، ليش ما خليت وياكم مكان؟ خرج الضعان تطايرت الاخبار، تجلس هذه العلوية على باب الدار. هناك كتبت كتاب ارسلته بيد اعرابي. متى وصل الاعرابي؟ يقول إمامنا الباقر كان يوم عاشوراء وكان جد الحسين ينظر يمينا وينظر يمينا وشمالا بعدما التقت جيشان علت غبرة. وصلت تلك الغبرة إلى عنان السماء بعدما انجلت تلك الغبرة إلا وجد الحسين وحيدا فريدا ينادي ألا من ناصر ينصرنا، ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله. وصل إليه هذا الأعرابي سلم عليه قال السلام عليك سيدي، إليك هذا الكتاب من ابنتك العليلة. عندما رأى الكتاب انفجر بالبكاء، ذهب إلى المخيم نادى زينب أخي زينب قد جاء الكتاب وعظم المصاب. قالت أخي احنا المصاب بأي كتاب هذا؟ قال هذا كتاب من ابنة العلوية وهي تسأل عن عمها أبو الفاضل وتسأل عن أخيها علي الأكبر وتسأل عن عبد الله الرضيع، ولا تعلم إنهم مجزرون كالأضاحي. نعم عندما رجعت زينب إلى المدينة وهذه العلوية سمعت أنه أهلها قد عادوا، لكن ما تعرف منه الرجاع منه المستشهد. يقول سمعت رد وهلها وزال همها، عدلت بيت ابوها وبيت عمها وقعدت بباب الدار تنتظر رد الزلمها. بينما هي بهذه الحالة دخلت عدلت مهد اخوها مقلب الحنين، دخلت اليها زينب. اوف يا زينب، لكن هذه العلوية لم تعرف زينب. قالت لها رد نجدك يا حرة انت منين؟ بك الزينب وصاحت يا عيوني، صرت يا عم كلكم ما تعرفون، ويل على خود تضيعوني. انت عم زينب اسألك عن والدي عن عمي عن اخوتي. قالت لها عظم الله لك الاجر بعمك بالفاض، عظم الله لك الاجر باخيك علي الاكبر. قالت لها اسألك عن عبد الله هذا طفل لا يقاتل. قالت لها بنيتي انه مذبوح من الوريد الى الوريد. هذه الطفلة عندما سمعت بعبد الله اخشي عليها. هنا زينب توجه صوب كربلاء